السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلى على النبي. اي حاجة. تخيلوا ان الكيكة القمر دي معمولة من غير لبن، من غير سمنة، من غير زيت. تخيلوا. انتوا متخيلين اكيد كيكة الروان القمر اللي بتتعمل لنا من واحنا لسه صغيرين من تيتا الله يرحمها. قبل ما نبدأ ونشوف بتتعمل ازاي، تنسوش تعملوا لايك وعملوا كومنتات صلوا فيها على النبي. جبنا ايه ده بالنسبة للعسل؟ جبنا كوباية سكر وكوباية ونص، كوباية وربع مية كده، وعصرنا عليها نص ليمونة. ده بالنسبة للعسل. حطيه يغلي وتقومي طافية عليه. جبنا بقى في حاجة غويطة 4 بيضات وكوباية سكر وواحدة فانيليا، وتضربيهم كلهم بالمضرب لحد ما يبقوا كريمي كده ويبيض، لان انتوا اول ما تضربيهم هيبقى اصفر. لا، تقعدوا بقى تضربوهم بالمضرب لحد ما يبقى ابيض معاكم، وكمان لحد ما السكر يدوب. وحطينا بق خل. البق الخل ده بيخلي الكيكه هشه معانا. وهتقعد بقى تضربهم بالمضرب. بصوا انتوا اول ما تضربوه بيبقى اصفر كده، لكن لما تفضلوا تضربوه كده بالمضرب كتير هيبقى كريمي معاكم، والسكر هيدوب وهيتحول يبقى ابيض. بصوا بالمنظر ده كده. اهي فضلت عماله تضربه بالمضرب كتير. نخش بقى على المكونات اللي هي البودر. هنجيب كوبايه ونص دقيق ابيض وننخلهم. النخل ده يا جماعه بيدخل الدقيق هوا وبيخليه هش. قلتها لكم برضو قبل كده. كوبايه ونص دقيق ابيض، عليهم نص كوبايه اللي هو سميد بسبوسه، نص كوبايه بسبوسه بودر يعني، ما علينا. كيس البسبوسه الجاهز. كيس البسبوسه تاخدي الجاهز. نص كوبايه. تاخدي نص كوبايه منه. وهنحط ذره ملح ومعلقه بيكنج باودر، وقلبي ده كله في بعضه، وانزلي بيهم على الخليط اللي هو السائل اللي احنا عملناه. اهي حطيت البيكنج باودر، قلبيهم في بعض وانزلي بيهم على الخليط ده اهو. وانتي بتنزلي كده تقعدي تقلبي. بصوا اصلا الخليط اللي هو السايل كريمي ازاي، من كتر الضرب بالمضرب بقى كريمي. اهم خطوه ضربه ده. اهو. تقعدي بقى تقلبي كويس عشان يبقى فيه من تحت كده. جيبوا اللي هي الاسبتلاندا دي ولا معرفش اسمها ايه واعملوا بيها بتعمل حلو. وهنا اهي صينيه تكون مدهونه زيت. تدهن زيت. تنزل بقى بالخليط كده اهو. بجد يا جماعه طعمها تحفه حقيقي. جميله جدا. هنا بقى العسل اهو. هنحط فيه معلقه سمنه. انا قلت لكم في الاول من غير سمنه ولا زيت ولا لبن. الخطوه دي اختياري. انت لو مش عايزه تحطي سمنه ما تحطيش، دي خطوه مش اجباري يعني. فاحنا حطيناها اللي هي بس عشان تطعمها، حطينا معلقه سمنه بلدي تطعمها بس. لما انتوا لو مش عايزينها بتبقى حلوه برضو، بتبقى زي الفل. بدات هنا بقى تحط العسل اهو زي ما قلت لكم. معلقه السمنه دي اختياري، انت ممكن ما تحطيهاش عشان بس ما تقولوش قلت في الاول بس من غير سمنه ومن غير زيت وحطيت سمنه. لا، دي اختياري. عايزه اقول لكم بقى العسل ده خلاها يا نهاري على الجمال، تحفه بجد. بدات بقى تحط العسل. انتوا هتبان لكم ان هي بقت زيطه خلاص اهي عسل، بس هتجيلكم دلوقتي شربته. تبدا بقى ترش من فوق جوز الهند. بصوا يا جماعه في الرش نفسه فن. واخدين بالكم انتوا؟ شايفين الجمال؟ طعمها بقى يا جماعه تحفه تحفه تحفه. بدات بقى ترش جوز الهند كده. مش عارفه جاي معايا بيكنج باودر ليه، بس عايزه ادخلكوا الكاميرا جوه بدات بقى تقطعها. لا اعملوها بجد مش هتندموا يعني، حلوه قوي. بس بقى اطلع لكم خرطه دلوقتي. جميله. هي جامعه ما بين طعم البسبوسه وطعم الكيكه كيكه بالبسبوسه دي يا جماعه كيكه الروان القمر. احنا كنا متعودين عليها، تيتا الله يرحمها كانت بتقعد تعملها لنا كتير. ف اكس بيكس بيرفكس. وما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وروحوا تابعوني في صفحتي على الفيسبوك.